تياغو نيفيز، ثنائية ما بين نيفيز وولي، ثنائية ناجحة ما زالت مستمرة، والسقوط داخل منطقة الجزاء وضربة جزاء، وانفرطت السبحة. كما كان الأمر أمام الحزم، الهلال يلحق الفتح بالحزم. يعني بعد أن حدث أنه أمام الحزم الهلال لم يسجل ولم ينجح إلا في الدقائق العشر الأخيرة، يحدث أمام الفتح سجل في الدقيقة 78 والآن ضربة جزاء صريحة واضحة لفيلهامسون بعد ثنائية ناجحة ما بين فيلهامسون وكذلك تياغو نيفيز. نصل إلى ضربة جزاء الآن صريحة يحتسبها حكم المباراة لصالح الهلال على جابر حقوي، لاعب الذي كان لاعبا إلى جانب نادي القادسية لسنوات طويلة. إلى ضربة جزاء الآن عند ياسر قحطاني. ياسر قحطاني جمهور الهلال يحفز ياسر قحطاني لتسجيل ضربة الجزاء. ياسر يتقدم، يصوب، جول! هدف ثاني للهلال، والهدف التاسع الشخصي لياسر القحطاني في الدوري هذا الموسم. وبالتالي ياسر القحطاني وكأنه على مقربة لأن ويتعدى الرقم 10، الحاجز النفسي معه دائما في كل موسم مع دوري كل موسم. الآن في هذه المباراة يسجل الهدف التاسع لياسر القحطاني، والهدف الثاني للهلال. لذلك خلاص تستطيع أن تحكم أن الهلال وضع أقدامه على النقاط الثلاث، وبالتالي الهلال يبتعد بصدارة الترتيب إلى 31 نقطة، وبالتالي يضع فارق نقطي بينه وبين مطاردين النصر والاتحاد إلى 3 نقاط.